الله يعطيكم العافية. كانوا جداتنا زمان في مواسم التخزين أو مثلا غلي الجبنة قطف الزيتون يختاروا أكلات سهلة مثل المسلوعة المطفية، يعملوها تكون سريعة وما ياكلوها بايتة، ياكلوها في هداك اليوم ويسكبوا لكل واحد صحن، واللي بده يتني يتني، يكونوا عاملين يعني كمية. ومرات إذا كان الطقس مقبول مثل هلأ أول الخريف أو مثلا بداية الربيع يعملوا المسلوعة، سواء كانت رز مع عدس أحمر بنقولها مسلوعة، وإذا رز مع عدس بني بقولوا لها مخبوصة، وفي ناس بيحكوا عنها مصروعة أو مسروعة على أساس إنها بسرعة بتنعمل. وكانوا الغني والفقير ياكلوا نفس الأكلات، يعني ما كان في كتير غلا في أسعار اللحمة والدجاج، فكان عادة تلاقوا إنه كل البلد يتغدوا أو يفطروا نفس الأكلات. المسلوعة سهلة كتير، بدنا كوب عدس أحمر ويكون الرز أقل شوي من العدس، مثلا 2 كوب رز مصري، بنغسله وما بننقعه علشان ناخد النشا اللي فيه يجمد العدس بعد الطبخ. بنحط العدس في مي وبنغسله 2-3 بدون ما إنه ننزل العدس في المجلة، وبنحاول إنه نحطه على النار. بنحط لكل كوب عدس بدنا 1.5 لتر ماء، يعني حوالي 6 كاسات مية باردة، وبالمصفاية أو ملعقة بنشيل هاي الرغوة اللي هي يمكن تكون نشا من العدس، بنشيلها وبنضل نحرك فيه حوالي 3 ساعة حتى إنه نلاقي حبة العدس بنقول عنها فشفشت، يعني بدأت تستوي وتكون طرية بس لسه ما استوى على الآخر. بنضيف الرز ولازم نضل نحرك باستمرار، إذا ما حركنا رح يلتصق والطعم رح كتير يكون سيء. فبنضل نحرك كمان 10 دقايق أو ربع ساعة حتى يستوي الرز مع العدس. بدنا نضيف معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة ملح، معلقة شطة اختياري صغيرة، وإذا ما بدكم شطة ممكن ملعقة صغيرة أو أقل من ملعقة صغيرة فلفل أسود. بنحركهم، وأهم نقطة التحريك المستمر حتى ما يلتصق العدس والرز في قاع الطنجرة. بنجيب حبتين بصل نفرمهم ناعم، فرمة تكون يعني أنعم من فرمة المسخن، وبزيت الزيتون لأنه هلأ الموسم، كل عام وانتم بخير. وبنقلي البصل حتى يتحمر، يكون لونه أحمر ما يكونش أسود. نص كمية البصل بنحطها هاي الطشة، ومهمة كتير هاي الطشة جوا العدس بعد ما يستوي الرز. بنخلي شوية بصل مقلي حتى نزين في الصحون، وبنضل نحركه شوي، بيكون هيك هو استوى. وبنسكبه داخل الصحون كل صحن لحاله مثل المطفية أو مثل الرز بحليب. بعد ما سكبناها بنزين كل صحن بالبقدونس وبالبصل، ويؤكل مع المخلل مع الزيتون مع الفجل، وعصرة ليمون على كل صحن اختياري مثل ما بده الشخص. الله يديمها نعمة. هاي هي وصفة المسلوعة، عقبت عليكم بالعافية. تحياتي عريب العزيزة.